السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا أشارك حضراتكم في الواقع اللي حصلت في منطقة السلام. اللي حصل هنا إن السكان مرة واحدة لقوا واحدة طبيبة واقفة في البلكونة جارتهم، وإن الناس يعني في جوه عندها ناس في الشقة، وإن شافوا كمان من الشباك إن في واحد قاعد جوه عندها في الشقة مقيدينه ورابطينه من إيده ورجليه، وإن هي واقفة في البلكونة بتزعق وبتصرخ، ومرة واحدة لقوها في الشارع مرمية ميتة ومقتولة. على طول الناس بلغت الأجهزة الأمنية. جت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبدأت إنها تستجوب الجيران، والجيران اللي هم شافوه من البلكونة وشافوها وهي بتنط من البلكونة. وهنا الجيران طبعا لما قالوا كده بدأت الأجهزة الأمنية تحقق مع اللي جوه الشقة. مين اللي جوه الشقة بقى؟ اللي حصل إن كان في واحد من الجيران وصاحب العمارة ومعاه مراته دخلوا الشقة مرة واحدة على صاحبة الشقة. ليه؟ أصل هم شافوا الشاب دوت طالع نازل طالع نازل وبيجي لها في أوقات غريبة، فهم دخلوا عليها مرة واحدة. فهي لما شافتنا كده وإن إحنا بنعمل كده وبنزعق معاها، هي نطت من البلكونة. ولكن كلام أخوها كان حاجة تانية خالص. أخوها طبعا على إحدى القنوات اتكلم وقال إن أختي مش طبيبة، هي بتشتغل في إحدى العيادات الخاصة مساعدة للطبيب، وإن هي بترجع من شقتها وخري، وبترجع بيتها وخري من الشغل اللي هي بتشتغله، لأن طبعا في عيادة يبقى العيادة دي بتخلص بالليل وخري. فكانت متفقة مع صاحب الأنابيب أو اللي هو بيركب الأنابيب إن هي عايزة أنبوبة، لأن المنطقة دي ما فيهاش غاز طبيعي. فهو جاب لها الأنبوبة في الساعة 11 وطلع عشان خاطر يركبها لها. ولكن هنا اللي حصل ان الجيران دخلوا عليها مره واحده وعملوا اللي هم عملوه. وهي لما حصل كده الله اعلم بقى هل هم اللي رموها ولا هي اللي نطت. ما حدش بقى كده ايه يعرف هل هم اللي رموها ولا هي اللي من خوفها نطت من البلكونه. وانا اختي ما تنطش من البلكونه ديت، لان البلكونه ديت سورها عالي، ازاي هتنط من البلكونه؟ ده هو اكيد حد رماها. وهنا على طول بدأت الأجهزة الأمنية تحقق مع الجيران، مع الجار اللي دخل ومعاه صاحب البيت ومعاه كمان مراته. وإيه اللي دخلكوا الشقة أصلا لما انتوا بتقولوا إن في واحد طالع نازل عليها؟ إيه اللي دخلكوا انتوا الشقة؟ أيوة يا باشا ندخل الشقة، ما احنا مش مركبين قرون. هو يعني واحد يطلع وينزل ويدخل الشقة معاها ويعملوا الغلط؟ انتوا مش عرفكم إن هم بيعملوا غلط؟ ده واحد بتاع انابيب جاي يركب انابيب. ولو يا عم مش بتاع انابيب، انت ليك الحق انك انت تكسر الشقه وتدخل عليها مره واحده وتخوفها، وان هي تنط من البلكونه. والله اعلم هل هي اللي نطت ولا انتوا اللي رميتوها. هنا طبعا على طول الاجهزه الامنيه قبضت على صاحب العماره وعلى مراته وعلى الجار. الجار اللي ادى الحق لنفسه ان هو يدخل شقه جارته، وان هو يتهمها بالباطل، وان هي تزعق وتصرخ وتقول لهم ازاي وتخشوا الشقه ازاي وايه اللي انتوا بتعملوه دوت. والاخر كانت مرميه جثه في الشارع. طبعا الاجهزه الامنيه قبضت عليهم هم الثلاثه واتحكم عليهم. طيب ليه احنا ندي الحق لنفسنا ان احنا ندخل شقه الجار مهما كان هو بيعمل؟ هل انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ هل انت شفتهم بعينيك؟ وهل انت اتأكدت ان اللي داخل دوت كان بيعمل معاها حاجة؟ هتقول هتأكد ازاي لما ادخل شقتها الاول؟ انت مالكش الحق انك تدخل الشقة. ده الاجهزة الامنية نفسها، الشرطة نفسها ما بتقدرش تدخل شقة الا لما بيكون معاها اذن من النيابة ان هي تدخل الشقة دي. لكن ان هم مره واحده يدخلوا عليها ويعملوا اللي هم عملوه، طبعا ده ما ينفعش. هل انا دلوقتي لما اشوف واحد حرامي في الشارع هل انا امسكه واقطع ايده واقول انا كده هقيم عليه الحد عشان خاطر شفته بيسرق؟ لا طبعا. اللي انا بعمله ان انا ببلغ الاجهزه الامنيه. فانت لو كنت شفت غلط، هل لو انت شاكك في حاجه انت تكلمها الاول وتشوف هل الكلام بتاعك ده اللي انت بتقوله دوت هل هي صح كده ولا لا، او انك انت تتصل بالاجهزه الامنيه هم يتصرفوا. لكن انك انت تدي لنفسك الحق ان انت تدخل الشقه بتاعت جارك وتعمل اللي انت عملته دوت وتخليه ان هو يعمل كده في نفسه، والله اعلم هل هي اللي كده عملت كده في نفسها ولا انتوا اللي رميتوها. طبعا هنا كان حكم القاضي على الجار وعلى صاحب العماره وعلى مراته بال 15 سنه لكل واحد فيهم سجن مشدد. ليه؟ علشان خاطر ايه ده كله؟ يعني انا اشك في جاري؟ ما انا لا مش مركب قرون، لا انا مش عارف ايه ده بيعمل كذا وبيعمل كذا. يا عم روح بلغ الاجهزه الامنيه، لكن ما تديش حق لنفسك ان انت
تدخل على طول وتكسر الباب وتدخل على جارك مهما كان. هنقول ايه بس لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.